كوكو بنات، اليوم غادي نشارك معكم الطريقه ديالي في الدجاج. تبعوا معايا الفيديو. البنات، هاد الوصفه اللي غنعطيكم كطلق الدجاج صايم كيف ما كطلق الدجاج مقطع، يعني لكم الاختيار. المهم هنايا عندي الماء ديال التقاد الحامض، درت معاه 6 ديال الثومات محكوكين، زدت عليهم شويه ديال السكينجبير، زدت عليهم شويه ديال الخرقوم بلدي وشويه ديال البزار. بنات، السر باش يجي الدجاج ديالكم بنين هو قعقله مطحونه، بلا ما تبقاو ديروا عطريه ديال الدجاج، قعقله كافيه باش تعطيكم داك المذاق الزوين اللي داير بحال ديال العراسات. هنايا غادي ندير غير شويه لانني عندي غير 2 ديال الدجاجات، ولكن راه كيجي لذيذ. هنايا غادي نضيف عليهم القزبور ومعدنوس، عندي شويه ديال الزعفران درتو في الماء، وهذا هو الماء اللي غادي نستعمل فقط. 1 المكعب ديال الزعفران الحر، شويه ديال الملحه، شويه ديال السمن، راس المعلقه. صافي غادي نرقدوا الدجاج ديالنا، غادي نخليوه في الثلاجه واحد المده ديال 2 ساعات على الاقل. صافي هنايا غادي ناخذوا الطنجره ديالنا، غادي نديروا فيها الحيمات ديالنا. كما لاحظتوا ما درتش البصله من التحت، وانما غادي نديرها من الفوق باش ما تحرقش لينا. غادي نضيف عليهم الماء اللي رقدت فيه الدجاج، ملي غتطلع فيه الغليه غادي نزيد فيه الزيت. وصافي هنا الدجاج راه وجد لينا. انا مع دايره ريجيم قليتو. المهم هنايا بالنسبه للمرقه غادي نخليوها على خاطرها عافيه مهيله، ومره مره نخلطوا باش ما تلصقش لينا، ونعطيوها وقتها حتى تختار لينا. انايا درتها في لي بول، قدمتها مع الدجاج ديالي لان الضياف اللي كانوا عندي ما كيبغيوش المرقه مخلطه مع الدجاج. وبالصحه والراحه. كوكو بنات، سلام سلام. اليوم غادي نشارك معكم الطريقه ديالي في البريوات، خصوصا الا ما كانوش كيعجبوكم البريوات ديال عقداد اللوز. ان شاء الله دابا غادي ندوزو للوصفه. بالنسبه للمقادير فعندي نص كيلو ديال اللوز، ممكن تدوبليو الكميه اللي سلقته ومن بعد قشرته وقليته في عافيه مهيله باش هكا يتحمر ليا من برا ومن الداخل. نص الكميه البنات غادي نهرمشها بهذه الطريقه وغادي نحطها على جنب، والنص الاخر غادي نطحنو مزيان حتى يتعلك ليا بحال هكا. البنات، من الاحسن انكم تطحنوا اللوز وهو سخون، ولكن الا ما كنتوش متوفرين عندنا تيرموميكس ولا شي ماشي اللي كتستحمل السخونيه فمن الاحسن خليوه حتى يبرد. صافي هنايا غادي نخلطوا اللوز مع بعضياته، غادي نضيفوا عليهم معلقه ديال الزبده، معلقه ديال القرفه واللي بقى نكبوه في الارض، المهم علينا. غادي نضيف 4 ديال القطرات ديال الزهر وشويه د المسكه حره و2 معالق ديال السنيده. في الاول زعما حتى انايا خلطت بالمعلقه، ساعه ما قنعتنيش وانا نخلطو بيدي حتى كنحصلوا على واحد لاباط متماسكه. هنا وجدت شويه ديال الدقيق والماء. صافي هنايا وجدت الشرائح ديالي ديال ورقات الفيلو البنات، واللي بقى خصكم تغطيوه باش ما تنشفش لكم. صافي درت البريوات ديالي ومن بعد درت لهم شويه ديال الدقيق، وشوفوا تبارك الله جات بحال شي فريمي جا ودي تبارك الله عليا. وصافي من بعد غادي نقليهم في عافيه متوسطه، وغادي نطفيهم في العسل وغادي نخليهم فيه ليله كامله، واللي بغات العسل راه كاين في الريل. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى انها تكون عجبتكم، وقولوا لي الراي ديالكم في التعاليق، كنحماق عليكم. كوكو بنات، سلام سلام. الى العسل ديالكم ما كيلصقش لكم في الشباكيه اولا في البريوات، فهاد الوصفه لكم ديال العسل. اليوم غادي نشارك معكم جميع الاسرار باش العسل ديالكم يجيكم زوين وما يجيش جاري وما يجيش قاصح، وفي نفس الوقت يبقى شاد لكم في البريوات ديالكم الشباكيه. خليكم معايا في الوصفه. وهنا قربت لكم الكاميرا باش تشوفوه عن قرب، شوفوا تبارك الله شحال صادق. المهم بالنسبه للمقادير فعندي 2 كيلو ديال سنيده، زدت عليهم ايترو ديال الماء، غادي نزيد عليهم 2 العبيدات ديال القرفه وحامضه مقطعه دوائر. البنات نتوما واللي عندكم باش بغيتو تنسموا، كاين اللي كيدير القرنفل، كاين اللي كيدير ايطوال دانيس، لكم الاختيار، ديروا اللي عجبكم. المهم كل واحد كيعجبو العسل ديالو. ودابا ما بقى لنا غير نطيبوا على عافيه متوسطه، وضروري في الاول تبقاو تحركوا حتى يذوب لكم السكر تماما. من بعد غادي نسدوا عليه الطنجره وغادي نخليوه كيطيب الساعه الاولانيه على خاطرو، ومره نبقاو نطلعوا عليه حتى نشوفوا باللي اللون ديالو تبدل وباللي الحامض تبدل اللون ديالو. ملي قرب يطيب العسل وتبدل اللون ديالو زدت ليه نص كاس ديال الماء الزهر. والسر باش ما يهربش لكم العسل على الشباكيه والبريوات هو الجلوكوز البنات، كندير منه 3 ديال المعالق، وكندير واحد 5 الحبات ديال المسكه الحره. العسل ديالنا وجد، شوفوا اللون ديالو. من بعد البنات طفيو عليه وغطيوه بشي سيرفيت باش ما يرجعش عليه الماء. حنا والله يتحز علينا تماره، اش بغينا شي عسل نصاوبوه من الصباح وانا نتلصق يدي تلصقوا، الكوزينه كتلصق، اللهم ودي نشريه. المهم انا شاركت معكم الطريقه ديالي، كنتمنى انها تعجبكم، كنحماق عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديده. اجي ونوجدوا الحسوه ديال التشيشه اللي طلبتوني عليها في ستوري البنات. المهم هنايا عندي تشيشه بلديه من داكشي الرفيع ديال المونه. المهم هنايا غسلتها مزيان من هذيك النخاله اللي كتكون فيها، وهنا البصله كنديرها انا على 2، كاين اللي كيحكى، انا كتعجبني هكذا باش نحيدها في الاخر. صافي ملي تبدا تطلع فيها الغليه ردوا البال، بقاو تحركوا باش ما تلصقش لكم، وبداو تحيدوا هاد الكشكوشه اللي كتطلع لكم في الفوق. المهم هنايا البنات ردوا البال من الكميه راه كتكثر، ردوا البال ديروا غير شويه.
صافي ملي طابت حيدت البصله كيف ما شفتوا، زدت عليها الملحه والبزار. هنا البنات كل واحد شنو كيدير، كاين اللي كيدير النافع، كاين اللي كيدير الزعتر، كاين اللي كيدير الكمون. لكم الاختيار، انا كتعجبني غير بالملحه والبزار. صافي هنايا زدت ليها الحليب. المهم نتوما والكميه اللي بغيتوها جاريه ولا بغيتوها خاطره على حسب. وغادي نضيف ليها شويه ديال زيت البلديه اولا ارغان، لكم الاختيار. صافي وانايا هنا كنزيد لها شويه د لا كريم فريش، كيجي بواحد الفرق كبير مع نص معلقه ديال الزبده، كيجي المذاق ديالها رائع بزاف بزاف. صافي درتها في طبق تقديم، درت عليها شويه ديال زيت البلديه، من طبيعه الحال قدمتها مع شويه ديال التمر وكريكاعات وهنايا درت مع هاد البريوات البخاليني. الا بغيتوني نحط لكم الوصفه قولوها ليا، ولا ما كنتوش انتريسي بلا ما نتعذب. المهم هذه هي الطبيله ديالنا، كيف ما شفتوا راه عجبوكم المعينات، عجبوكم كلشي. تبارك الله هاد الشيشه كتجي خطيره، جربوها على حسابي وكنحماق عليكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديده. بنات سلام سلام. اليوم غادي نشارك معكم الوصفه اللي طلبتوني عليها في ستوري ديال سومون، اللي بزاف قلتوا لي عطيني الوصفه. اذا هنايا في مقله كنديروا فيها شويه ديال الزيت البنات، كنديروا الطريفات ديالنا ديال السلمون. من الاحسن خذوا البلاصه اللي كتكون في الوسط، كتكون بنينه ومهبره البنات، ما تاخذوش جهه القزيبه. صافي وكندير لهم البنات غير الملحه والبزار وكنحيدوهم من المقله. في نفس المقله كنديروا جوج ديال البورو مع جوج ديال الثومات هكذا مقطعين صغير، يعني كنبقاو نحركوهم حتى كطيح لينا هذاك البورو. ومن بعد كنزيدوا لها لي زيبيناغ، ممكن تزيدوا الكميه اللي بغيتوها البنات على حسب عدد الناس اللي عندكم. هنايا درت لي زيرب دو بروفونس، ومن بعد حيدت هادوك لي زيبيناغ. وفي نفس المقله درت طوماط سوريز مقطع على جوج، درت ليها غير شويه د الملحه وشويه د البزار وشويه ديال الزعتره. كتحاولوا ان مطيشه ما تخلوهاش تذوب لكم. صافي من بعد كناخذوا واحد المول كنفرشوا فيه الطبقه الاولانيه ديال لي زيبيناغ، راه البنات درت لهم الملحه والبزار حتى هما. ومن بعد كنديروا مطيشه وكنستفوا عليهم من بعد الحوت ديالنا وتقريبا كاس ديال قشده طريه، وغادي نضيف عليهم شويه ديال البارميزون، وغادي ندخلوا الفران اللي سخنته من قبل على درجه حراره 200 غير واحد 7 ديال الدقائق. وبصحه اختي الا بغيتي لازانيا ديالك تجي بنينه تبعي معايا هاد الوصفه. هنايا في طنجره فيها زيت البلديه، فيها 500 غرام ديال الكفته، غادي نضيف عليها جوج ديال البصلات مشلضين، غادي نضيف عليها جوج ديال الخيزويات محكوكين، وغادي نضيف عليهم تقريبا 3 المعالق ديال الكرافس ماشي القزبور ومعدنوس الكرافس، وغادي نضيف عليهم 4 ديال المعالق محكوكين. غادي نضيفوا الملحه والبزار، غادي نزيد عليهم الزعتر البنات راه حبيب في هذه الوصفه كيجي بنين بزاف. انا درت معلقه كبيره وزدت عليهم 2 معالق ديال لاصوص بيستو، الا ما كانش عندكم ديروا غير الحبق البنات كيجي حتى هو زوين. هنايا طحنت 5 ديال المطيشات بالقشره ديالهم وبالزريعه ديالهم، غادي نضيفهم على الكفته ديالي وزدت عليهم مطيشه اللي كتباع. اختاروا شي ماركه اللي ما كتكونش مره البنات، راه كتجي زوينه وكتجيب لكم اللون ديال لاصوص ديالكم زوينه. شوفوا لاصوص ديالتنا وجدات كيفاش جات، راه ما خصهاش تجي مايها، خصها تجي هكذا معلكه. والسر انكم طيبوها في عافيه متوسطه مده ديال 45 دقيقه، بلا ما تقولي لي اويلي كفته كطيب 45 دقيقه اش هذا. جربوا عاد حكموا، انا اللي كنت خاصه. هنايا درت البيشاميل البنات، راه ديما كنحط لكم الوصفه راه كاينه. صافي كنبداو المونتاج ديالنا، كنديروا شويه د لا بولونييز مع شويه د البيشاميل، كنديروا لي بات ديالنا ما طايبينش هكذاك خضرين. صافي كنبداو نديروا طبقه حتى اخر طبقه كنديروا فيها غير البيشاميل. صافي كنديروا فوق منها الفرماج وكندخلوها للفران مده ديال 20 دقيقه على درجه حراره 180 وبصحه وراحه.